هذه هي ال20 ملم 1.8 من شركة سوني فئة جي. أول ميزة في هذه العدسة هو حجمها الصغير ووزنها الخفيف، نتكلم على 350 جرام تقريبا. الشغلة الثانية اللي مميزة في هذه العدسة هو البعد 20 ملم، فإذا أنت مصور فلوجات أو مصور في السفر أو تحب تصور مناظر واسعة فهذه العدسة خيار ممتاز. الشغلة الثانية هي فتحة العدسة ال 1.8، فتحة جدا ممتازة، بالتالي إذا كانت عندك إضاءة منخفضة ما راح تعاني من مشاكل. تكلم برضو على هذه البكرة انك تغير فتحة العدسة من خلال العدسة نفسها بشكل سريع بدون ما تحتاج تدخل على اعدادات الكاميرا. عندنا هذا الزر ممكن برضو من الاعدادات نضبط له احد الاوامر ان نحتاج نوصلها بشكل سريع. الحدة جدا ممتازة، حتى لو كنت تصور على 1.8 مثلا الحدة جدا ممتازة. هذا بعد ال 20 ملم بعد ما كنت اصور بال 35. شايفين البعد كيف فرق؟ والله فرق. طيب هذه العدسة الموجهة لمين؟ شوف، اذا انت مصور فلوجات هذه العدسة خيار جدا ممتاز. اذا انت مصور تحب تصور السماء والفلك والنجوم هذه العدسة جدا جدا خيار ممتاز. نتكلم على بعد 20 ملم. طيب معقول هذه العدسة ما فيها عيوب؟ لا فيها عيوب. اوكي، هي مقاومة للمطر ومقاومة للغبار، لكن لازم تكون حريص في نفس الوقت. العيب الثاني انه هذه العدسة ما فيها مانع اهتزاز داخلي. راح تعتمد على مانع الاهتزاز اللي موجود في نفس كاميرات سوني. سعر العدسة يتراوح تقريبا من 900 إلى $1000. شكرا لك على المتابعة، لا تنسى تعطيني لايك. انا نواف، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.